ها علاش ما خصش الفضول يدخلك لشي بلاصه اللي ما خصكش تدخل ليها، والا ذنوبك على راسك صديقي. فواحد المره غادي نمشي عند ولد خالي للبلاد، ولديك البلاد معروفه باللي فيها واحد الغابه اللي كبيره بزاف، قريبه منا بزاف، وبالفعل غادي نبقاو كنمشيو تما بالليل. وفواحد المره غادي نكونوا جالسين شويه، غادي يخرجنا واحد الراجل شايب وغادي يدوي معنا، غادي يقول لنا بلي ما يصلحش انكم تبقاو تجيو هنا الدراري، هذه اخر مره غادي نشوفكم هنا، حيتاش المره الجايه غادي نتفاهم معكم براسي وغادي تشوفوا شي حاجه اللي ما عمركم شفتوها. غادي نرجعوا للدار حنا كنجريو، ومره ما غادي نرجعوا ولد خالي غادي ينعس وغادي يحلم واحد الحلمه اللي خايبه بزاف. غادي يحلم بلي داك الراجل الكبير كيخنق فيه في الحلمه ديالو وبغى يصفيها ليه. غادي يفيق الصباح وغادي يقولها ليا، غايقول لي شنو وقع واشنو وقع. غنقول ليه بلي ما يصلحش باقي اننا نبقاو نمشيو تما صديقي. غادي يقول لي صافي الله يسخر، ولكن اللي في دماغه دارو. مره اخرى غادي يعاود وغادي يمشي لديك البلاصه في نفس الوقت، ما عرفتش واش تحداه ولا شنو دار، ولكن غادي يعيش الامرين. نفس الراجل غادي يخرج ليه وغادي يقول لي بلي انا غادي نكون سبب في الدمار ديال حياتك، ودابا شوف شنو غادي يوقع لك. فاش غادي يولي كينعس ديما كيبقى داك السيد كيخنق فيه وغادي يعيشوا العذاب الاليم. ما عمرو تهنى من داك الامر حتى مشى قصد الرقات، وواحد الراقي غادي يجيب الله عز وجل الشفاء على يديه. من تما ما عمرنا باقي قربنا من ديك البلاصه، واصلا فاش كنمشي عندهم كنمشي في العطله ولد خالي قليل فاش كنتلاقى به. هادشي علاش ما عمرك تدخل راسك في شي شبوقات اللي ماشي ديالك.